السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بدأ الأسبوع ال11 من الدوري الممتاز. طبعا كنا قلنا كان باقي مباراتين، ما خدناهمش في الفيديو اللي فات، هنتكلم عليهم النهاردة. بس هما المباراتين كان سموحة وغزل المحلة، وانتهى 0-0. طلعوا حبايب، كل فرقة خدت بونت، والبنك الأهلي قدر يفوز على المقاولين 2-1. بداية ولا أروع لأسوان. وانا بقالي تلات اربع فيديوهات كده بقول اسوان جاي، واسوان جه. مسك الزمالك عجنه، خاصة الشوط الاولاني، وكان يطلع 3-4. ويا مستر فيريرا في شغل كتير. الف ب كورة، الف ب كورة بالنسبة للمدافعين. التمركز في الكور الثابتة، يعني ما ينفعش يدخل فيها جونين بكور ثابتة، اللعيبة واقفة غلط. غير المشكله الاكبر، هل يا مستر فيريرا كل فرقه تضغط على الزمالك من فوق هيحصل اللي حصل ده مع اسوان؟ هنشوف. لان اغلبيه الناس هتطمع في نادي الزمالك الفتره اللي جايه بعد اللي اسوان عمله بفكر مدربه، اللي انا شايف انه اضافه كبيره بصراحه للدوري المصري. الكابتن ايمن الرمادي راجل يعني قاري الماتش ومركز ونزل ضغط على الزمالك من فوق وشغال في كل حته في الملعب، وبيرجع يرتد يدافع كويس. بصراحه مدرب محترم. والشوط الثاني الزمالك، ده الشوط الاولاني، الزمالك نزل الشوط الثاني عاوز يعوض، احرز هدف من كره ثابته برضو، حسام عبد المجيد بدماغه، وما قدرش يعمل اكتر من كده. ثم المصري خطف الداخليه. اللي انا من وجهة نظري وبرضه قلتها من بدري جدا، النادي الداخلية بعيد 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 يعني. و... وكابتن طلعت يوسف يقدر يحط انبي على الطريق الصحيح بعد شوية اخفاقات، ان هو ياخد 3 بونت من نادي الاتحاد. 3 بونت مهمين وغاليين بالنسبة له. تاني مباراة ليه، اول مباراة تعادل، وتاني مباراة خد 3 بونت من نادي الاتحاد. طبعا كابتن طلعت يوسف مدرب كبير وليه اسمه، راجل مخضرم يعني. ثم النادي الاهلي فوق على بيراميدز 3-0. يمكن اللي يتفرج على المباراه يقول ازاي المباراه خرجت 3. بس بس النادي الاهلي الراجل، هم ومدربهم لعبوا في حدود امكانياتهم وقفلوا، والتوفيق كان معاهم، فقدروا ياخدوا الثلاثه بونت. لان النادي الاهلي كان محتاج الثلاثه بونت دول بعد الثلاث تعادلات. 6 بونت عملوا له برضو مشكله بين اداره ولاعيبه وجماهير وجهازه. الدنيا اتلخبطت شويه، فالثلاثه بونت دول يحطوه على الطريق الصحيح، خاصه من فرقه بتنافسه وفرقه حظها عالي يعني، على طول بتكسب النادي الاهلي. فالف مبروك للنادي الاهلي. ثم نتيجه غريبه جدا، النادي المحله بيخسر 3 على ملعبه من سيراميكا 3-0. انا شايفها نتيجه تقيله جدا على المحله السنه دي. وسيراميكا عندهم لاعب اسمه القرموطي، مش عارف محمود القرموطي ولا احمد القرموطي. لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا. عمل الاسيست بتاع الجون، بتاع الجون الثاني، وجاب الجون الثالث. وهو لعيب كويس وحريف، وعامل زي بيفكرني بايمن حفني كده. مبروك لنادي سيراميكا 3 بونت من فم السبع زي ما بيقولوا. ثم مباراة ولا أروع بين حرس الحدود والمقاولين العرب، وهدف لنادي المقاولين، ثم هدف لحرس الحدود، ثم هدف ثاني لحرس الحدود، ثم يتعادل المقاولين العرب من ضربة جزاء اتحسبت المقاولين، وضربة جزاء اتحسبت الحرس. ثم يقدر نادي المقاولين يخطف التلاتة بونت ويكسب 3-2. ومباراة جميلة جدا بصراحة، فيها 5 أهداف وجميلة جدا. ثم المباراة اللي بعدها معانا نادي الإسماعيلي يستمر في الانهيار. الإسماعيلي بيتعادل مع البنك الأهلي 0-0،
والاسماعيلي الدنيا عماله تتأزم معاه. وزي ما قلنا المباريات بتجري. الاسبوع العاشر خلص، هنلعب الاسبوع ال12. ولسه كنا بنقول كده من اسبوعين الاسبوع التاسع، بقينا في الاسبوع ال11 وهنلعب ال12. فنادي الاسماعيلي لازم يلحق يفوق يا جماعة، عشان ما ينفعش نشوف النادي الاسماعيلي في الدرجة التانية. المباراة الأخيرة معانا بين فيوتشر وسموحة، كانت مباراة جميلة. بس الاتنين سموحة تقدم، ثم مروان أحرز هدف بصراحة عالمي بدماغه، قطع حطها بدماغه في القريبة. هدف جميل عشان كل فريق يكتفي ببونت. وباقي المباراة بكرة ويخلص الأسبوع ال11. وبكده نكون غطينا الثمان مباريات اللي اتلعبوا. وافتكروا ان انا قلت الفيديو اللي فات انا قلت فيه مفاجآت، وحصل مفاجآت كفايه. مفاجأة يعني عندنا مفاجأة اسوان، مفاجأة كبيرة. مفاجأة سيراميكا، مفاجأة كبيرة. يعني اسوان يكسب النادي الزمالك، وسيراميكا تكسب المحله في المحله، كل دي مفاجآت. وام بيكسب الاتحاد، ونادي الزمالك يكسب بيراميدز 3. متهيألي النادي الاهلي يكسب بيراميدز 3. متهيألي الاهلي ما عملهاش، ما كسبش 3 قبل كده بيراميدز، ولا متهيألي كسبهم مره 4-1 ولا 3-1. فالاسبوع كان كله مفاجآت. بس انا بتك يا جماعه على حته النادي الاسماعيلي. الدنيا بتتصعب، والمشكله ان الدور التاني اصعب من الاولاني. الدور التاني بيقولوا زي ما بيقولوا النقطه مش سهله. محدش بيفرط في البونت في الدور التاني. اللي بيبقى بينزل، واللي بيبقى بينافس، واللي بيبقى عايز يدخل المربع، واللي بيحافظ على مكانه في الجدول. فالدنيا بتبقى صعبه جدا. وبتبقى في لعيبه عايزه تقول انا اهو، عشان ممكن فرقها بعيده وممكن تنزل، فعايزه تقول انا اهو تكمل في الدوري الممتاز. فالدنيا بتبقى صعبه شويه. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونشوف حضراتكم على خير.